السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني قوي قوي من الفيديو اللي فات يا حبايب قلبي. النهارده بخصوص النهارده انا عملت صينيه فراخ بالبطاطس. صينيه الفراخ بالبطاطس دي تالت مره عملتها مرتين قصدي، وربنا ما سهلش فيها. تفضل كل مصور فيديو يتمسح مني، ان ربنا يسهل النهارده ما يتمسحش برضو حبايب قلبي. يعني هنا الفراخ انا غسلاها ونقعها في ميه وخل من ساعتين كده، هنشطفها وهنعملها باذن الله. خليكم معايا حبايب قلبي. فراخ حمرا حبايبي مش بيضة، فراخ حمرا. بيقولوا عليها الشمورتي، بيقولوا عليها الشمورتي. طبعا انا غسلها وكل حاجه وشايله لها الحاجات اللي انا شايلها. بداية الكبسة حبايبي، نشوف هنعملها ازاي بقى. اما البصلايه اخرطها، هي البصلايه دي حلوه قوي. ده النهارده الطبيخ ده العيال عينهم بقى، ما بيحبوش الطبيخ ده كده بالصلصه والبتاع. شايفين يا حبايب قلبي؟ هنخرطها عشوائي كده كده تستوي، هتدوب في منخليش فيها حاجة بقى، عشان ايه؟ الحاجة غالية. خرطها عدل. نكملها ونرجع تاني. نحط الفرخة والقوانص والكبدة. انا القوانص والكبدة حبايبي انا بشيلهم بحوشهم في كيس كده في الفريزر، انا اعمل بيهم اكل لوحدهم. ياما بعملهم اشوحهم لوحدهم، ثواني، ياما بعملهم اشوحهم لوحدهم، ياما بعملهم قوانص مع الرز. خلي دي هنا لما نبقى نشيلها نحط عليهم. دي الصلصه كانت فايضه، مليت الازايز انا بملاهم، دي الصلصه كانت فاضله. ندلقها هنا، نعمل عليها شويه ميه على الصوص اللي لازقين في الجناب. ماشي حبيبي كده. ده عشان البارح كنا عاملين سجق، الصوص اللي نزل، الدهون اللي نزلت من السجق بعملها في اي طبخه، اي طبخه بعملها فيها تدي طعم. ماشي يا حبايبي. نزود بقى صلصه على الصلصه دي، عشان الصلصه دي مش هتكفي كده. حلو قوي. ثواني كده نقشر البطاطس. صينية فراخ بالبطاطس تالت مرة وانا بعملها، تاني مرة وانا بعملها. نشوف ربنا يسهل المرة دي بقى الفيديو ما يبوظش. الفيديو بتاع صينية البطاطس ده بالذات انا متعقدة منه عشان مرتين وانا اصوره ويمشي مني.
عارفة ليه. التليفون عندي بيمشيلي الفيديوهات. ربنا يسهل نجيب تليفون جديد نضيف كده اهو نصور بيه باذن الله. خلي للتصوير بس وللقناه. عايزاكم حبايبي تشجعوا معايا كده وتحطوا لي لايكات وتشتركوا في القناه. حاولوا تتفرجوا على الفيديوهات بس لغايه ما اخلص الشروط حبايب قلبي. البطاطس اهو قطعها بعد ما قشرناها وغسلناها. قطعها دور وسط، ولا تخينه ولا رفيعه. انا بوري الحبايب البنات لسه مبتدئين. الحبايب زي كده شاطرين، انا عارفه الناس شاطره، ووري اللي لسه مبتدئين. وهي عندي بنتي عندها 17 سنه ما تعرفش، ما تقدرش تمسك البطاطس تقشرها كده. وانا الغلط مني، المفروض كان عليا وهي صغيره ادخلها المطبخ واعلمها حاجات. تمسك بس حاجه تفضل قرفانه منها وتغسل في ايديها وبتاع. الصغيره لا ما شاء الله عليها، الصغيره انا معلماها تخش بقى تبص عليا في المطبخ وانا بعمل. ما بتطبخش طبعا ولا بتعمل. مثلا كانت في حاجه تغسلها، كانت في كوبايه تغسلها، معلماها كده. الكبيره لا، كبيره اي حاجه تمسكها تقرف منها، وكده غلط يا حبايبي. بقول لكم كده ايه عشان تعودوا اطفالكم بخصوص البنات، تعودهم لا يدخلوا المطبخ وبتاع. الواحد بيصعب عليه يعيله، انا صعب عليه عيالي بقى بنت تخش توصل مواعين كده بقى صعب عليه. بس لا، لازم تعلميها ظروف الحياه. لازم يا حبايبي نعلم بناتنا ظروف الحياه. ظروف الحياه لازم تدخل المطبخ، لازم تتعلم حاجه، فاهميني؟ ادي بصي دي بايظه من هنا، نشيل هادي كده اهو، فاهميني؟ كده اهو نشيلها. كمل التقشير ونرجع تاني. قطعتها وغسلتها، شطفتها يا حبايبي، شطفتها برضو من ايدي وتفعص فيها. ماشي، حطها كده. حطينا عامله ايه ده، ماجي وملح وفلفل اسود، ده اللي انا بحطه، وشويه زيت. طبعا هما بيشتكوا مني بيقولوا لي ما تحطيش زيت كتير، ما حطيناش كتير. هنديها غلوه على النار وانا مولعه الفرن ويسخن لغايه ما تاخد غلوه على النار، غلوتين كده. هنشوف هوريكم هقلب ازاي فيها الفراخ عشان تستوي من تحت. طبعا وهي بتغلي حبايبي لازم نقلب الحاجات دي في الصوص. لازم يا حبايبي نقلب الفراخ والحاجات في الصوص. كده كده هزودها حبه ميه. محدش يعلق على ايديا باينه، انا مستحيل اعرف اشتغل وكمان مدلدله، مستحيل. احس ان حد ماسكني من ايدي مخلينيش اعمل حاجه. هتغلي ونقلبها تقلبتين 3 كده، خليها تغلي بس الاول. تعالوا بقى نشوف ايه الرز بقى، نعمل رز. تعالوا حبايبي نغسل الرز. نستنى لو في تراب ولا حاجه ينضف، بس في تراب يا حبايبي ينضف. هنا حطيت شعريه، حط عليها شويه زيت. انا بحط زيت وسمنه، ما بكترش السمنه كتير. ما بكترش السمنه كتير يا حبايبي، بخاف منها.
عندي برضو ثواني نقلبها، هي بتغلي نقلبها. قلبناها، خليها تغلي غلوتين 3 بقى، نكمل الرز. حمرت كده بقت ذهبي، بقى لونها ذهبي على الرز اللي احنا غسلناه. عليه ملح بقى، ساعات بحط ملح، ساعات بحط ملح وساعات لا. لازم نزودها المية نوري حبايبي في المغرب، المية لازم تبقى مغطية الرز ده اللي عملتوه هيعجبكم برضه، لوحده هيعجبكم انا عارفه. بصوا بقى المية مغطية الرز، ونقلب يا حبايبي، نقلبه عشان ما يبقاش لازق في الحله، ونسيبه لما دي تغلي، لما الحله تغلي الميه تغلي نوطي عليها، نخليها العين هاديه، نخلي العين هاديه يا حبايبي، ونغطيها، ضروري تتغطى. بعد ما خدت البطاطس، صينية البطاطس بعد ما خدت الغلوتين، انا مولعه الفرن سخن، وندخلها في الفرن بقى. نقفل عليها شوية، نرجع لكم تاني حبايبي. بصوا حبايبي، دلوقتي بعد ما دخلتها الفرن نسيت افهمكم، الوش ده لازم يبقى تحت عشان الفراخ تستوي. بعد ما الفراخ تستوي نطلعها، نحطها من فوق ونقلبها على الوش ده عشان تتحمر من فوق، فاهميني؟ تتحمر من على وشها. الفراخ الشامورتي دي بتبقى ناشفه شويه، مش زي الفراخ البلدي، فاهمين يا حبايبي؟ خليها كده عشان تتحمر من الوش من هنا، تتحمر وخلاص نطفي عليها حبايبي. هي كده استوت، شايفين كده هي استوت. هي الفراخ ناشفه، الشامورتي عامه بتبقى ناشفه.
اهو حبايبي استوت بعد ما قلبتها على وشها واتحمرت. بصوا جميلة ازاي، تفتح النفس. شايفين الرز كمان استوى اهو. الرز كمان استوى. بصوا الفلفل كل حاجة لوحدها. هغرف لبنتي بقى وارجع لكم تاني. اهو حبايبي وده انا كان النهارده، ده غدانا النهارده حبايب قلبي. بصوا يا رب النهارده يكون فيديو خفيف على قلبكم. انا بحاول اصور لكم كده على الطبيعه من غير مونتاج ولا اي حاجه، كده على الطبيعه حبايبي. لو فيديو قصير هبدا اصور لكم على الطبيعه كده، فيديو طويل وفيه شغل وكده هبقى منتجه باذن الله واسجله لوحدي كده. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم ويكونوا خفيفين على قلبكم يا رب. وشكرا لكم، وما تنسوش تعملوا متابعه وتشاركوا معايا في القناه حبايب قلبي، تحطوا لي لايك وتشتركوا. ويا رب اخليكم على خير ومع السلامة حبايبي. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.